المجرم الوحيد هو الذي تتعاملون معه أنتم. وحتى الخامنئي المرشد الأعلى للدولة الإيرانية ليست عليه أي أحكام قضائية بأنه مجرم حرب هكذا، وإنما المجرم حرب هو بيبي نتنياهو الذي دعاه محمد السادس حتى ينام معه ويتقاسم معه القصر وغرفة النوم في قصوره الكثيرة التي هي من أموال هؤلاء الأبقار. باش نتفاهموا هكذا. المجرم الوحيد هو الصهيوني اللي انت مطبع معه وفتح له ارضك وفتح له اشياء اخرى وقلت له ادخل هكذا وعيد فيها فساد. باش نتفاهم. فكانوا يسوقوا لهم ضحايا سنايبي وسليبي، اللي اصلا سنايبي وسليبي هم ضحايا للتسرب المدرسي وضحايا للتهديد. انت لما تجيك على بالك لاجد نتاع المروك نتاع المنصوري يجي يقول لك انبح، قول 1 2 3 هاو هاو 1 2 3 هاو هاو تهوهو. لو ما تهوهوش تخلص عليك مال، تخلص عليك مال. اوكي، لما نقولوا هاو هاو لازم تهوهو، وعندما نقول هاو هاو يجب علينا أن نتذكر الخميسات. ومن غير الخميسات قوم الهوهو هما قوم يتقن الهوهو نهار كامل. هوهو الجزائر، هوهو الجزائر، هوهو الجزائر. افتح قوس صغير ونعود إلى الموضوع. شاهدوا واحد من مواطني مملكة بوحمرون، شاهدوا. Yo, como tengo a mi cuadrilla, lo que yo quiera es lo que hace. Mira. Cásate. Cásate. Quieto. Tranquilo. Quédate arriba. ¿Cómo es esa? Vamos al carro. ¡Ay! Rápido. Yo, como tengo a mi padre. هذا هم قوم هوهو. الخميسات، تعرفوا الخميسات نهار كاملهم هاو 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 جزائر، هاو هاو جزائر، هاو هاو تبون، هاو هاو شنقريحة، هاو هاو عمليط، هاو هاو. المهم كل حاجة في ريحة الجزائر، هاو هاو. اوكي، فكذبوا عليهم جماعة هاو هاو. هاوليك جماعة الفراولة. هاي سبتوهم لي ليا. هاو الذل والطحين والرخصي المذلول. انت تحارب الجزائري المصنم، تعرف الجزائر. العموم يقول لك الضرب في الميت حرام، ولو ما كنتوش اموات كنا ضربناكم، لكن اموات حالتكم مزريه والله العلي العظيم، حالتكم مزريه والله العظيم. حين اشفق عليكم والله ثلاث اني اشفق عليكم ونحس اني راني نحكي مع مهبول راح يحسبني عليه رب العالمين. المهم قلت لك قالوا لهم في زريبه ومملكه بوحمرون، مملكه جحا، قالوا لهم بأنه قالوا لهم سيتم الاعتداء على سفارة الجزائر في سوريا. كنت تفكر يجيني الضحك. قالوا لهم سيعتدون على السفير. وقالوا لهم سينقلون الحرب إلى الجزائر. حرب الجزائر. قال لك أحمد الشرعي ينقل الحرب، والجاموسة يصدقوا ويدير له لايك، وكي يفتح لايف يروح يكبس له ويبارطاجي معاه ويمتص هذيك القاذورة ويمشي في اللايفات ويخور بها. اوكي، يتمشى وسط اللايفات ويخور. والجزائر راه أحمد الشرع غاية نقول الحرب لوين يا روح أمك؟ للجزائر. وقال لك وش يدير؟ قال لك سيعتدون على السفير الجزائري. العنبول اللي قراكم السياسة، والعنبول اللي قال لكم بأنه هؤلاء اللي عندكم من يتحدثون يقولون السياسة، هذول يقولون
قاذورات ونفايات وفضلات يحشون بهم معقلكم الملوث. قلت لك يا روح أمك اسأل سيدك يفهمك. أنا لا أدافع عن بلدي بالبروباغندا، أنا لا أدافع عن بلدي بالكذب، أنا لا أدافع عن بلدي بالتصوير والتدنيس والتدليس. قلت لك أيها البقرة أيها الجاموسة، قلت لك اسمع لي أنا نصارحك. جيت تسألني تقول لي أمين، تقول لي فرس النهر قال لي بأنه سيعتدون على السفارة الجزائرية. نقول لك يا روح أمك هل أنت مجنون؟ نقول لك يا روح أمك تابع الخطاب تاع المدعو أحمد الشرع. أحمد الشرع من وقت ما سقط نظام الأسد ومن وقت ما فر الأسد إلى سوريا، أحمد الشرع يتبنى خطابا مهادنا مسالما بسيطا جدا. حتى قالوا له من البيت الأبيض، قالت له الإدارة الأمريكية، قالت له نحن نراقب we are watching what you say. أوكي، نحن نراقب ما الذي تقوله. أوكي، يعني رد بالك أي كلمة تتبنى لي فيها الخطاب اللي كنت تتبناه، الخطاب الجهادي، الخطاب الإسلاماوي، خطاب التطرف، تنحاز لحد على حساب حد. فالسيد طالق روحه ولا وليد فاميليا، السيد خفف من لحيته، لبس كستامة، أوكي، ولا جونتي عاقل وليد فاميليا هو ومن معه. كي تسألني تقول لي السي أمين، تقول لي ضربوا السفارة، نقول لك هل أنت بقرة أم جاموسة أم عجل؟ فأنت تخمم هكذا بسرعة، تقول لي مثلا أنا جاموسة، نقول لك طيب يا جاموسة، شوف يا جاموسة، ونقول لك أحمد الشرع الآن راهو فراجيل، راهو فراجيل. علاش فراجيل؟ راهو تحت المجهر. علاش راهو تحت المجهر؟ الناس تراقب تشوف هذا الإنسان على واش ناوي يدير، هو ومن يقفون وراءه. أوكي، وتسمع وتستناه. أوكي، فلو يغلط بحرف، يغلط بكلمة، هزوا الماء، سيفقد الأمل في الحصول على الشرعية. هذه نقطة. النقطة الثانية تجي عندي أنا نفهمك، لأنه سنايبي وسليبي كي يكذبوا عليك أيها الجاموسة، أوكي، كي يكذبوا عليك نجي أنا نعطيك الصح، ونقول لك أنه هذيك السفارة الجزائرية هي تعتبر وكأنها تراب جزائري، ما يقدر لا الشرع لا أخت الشرع ولا أم الشرع ولا غير الشرع يقترب منها شبرا واحدا أو تطأ قدمه تلك الأرض من غير إذن السفير الجزائري. ولو يمسها راح يعطي للجزائر الحق في الرد والحق للجيش الجزائري في التواجد هناك وتأديب أمه هكذا. وهذا طبعا هذا ضرب من الجنون ومن الخيال، أنه يجي واحد فراجيل، يجي واحد ضعيف اللي تو استولى على السلطة بقوة السلاح، يجي يزعف من أكثر الدول العربية استقلالية، أوكي، وأكثر الدول العربية في عدم التساهل مع سيادتها، والدولة العربية اللي موجودة الآن في مجلس الأمن تسمى باش نقعروه ريكتو فيرسو، والله مازال قاعد فيها. هذه النقطة. يزيد يجيني صاحبك مثلا يقول لي سي أمين أنا صنايبي وسليبي راهم كذبوا عليا، قالوا لي بأنه أحمد الشرع سينقل الحرب الجزائر. نقول لك طيب، نسألك أنا، رجع نسألك، نقول لك هل أنت بقرة أم جاموسة أم عجل؟ تفكر أنت مثلا شوية هكذا تقول لي أنا عجل. نقول لك شوف أيها العجل، نقول لك من هو هذا لوفويو، من هذا يروح أمك أنت وهو حتى تنقل الحرب إلى الجزائر. سيادك يروح أمك إسرائيل نذكرك بعد ما تقتل إسماعيل هنية، كل الإعلام العربي تحدث. نحكي لك عن الإعلام العربي المعتدل والإعلام العربي الذي لا يزال يعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية، كلهم دون استثناء، بعد ما صفوا إسماعيل هنية في قلب طهران كلهم عتبوا على حماس ولاموا حماس ولاموا هنية شخصيا. قالوا له لماذا لم تتوجه للإقامة في الجزائر؟ قالوا له أأمن دولة هي الجزائر. قال لك أأمن دولة هي الجزائر، قال لك دولة آمنة وأمنية بامتياز. أوكي، يعني من يصنعون ومن يكونون أحمد الشرع يعطوا تعظيم سلام إلى الجزائر. يجي أنت أحمد الشرع ينقل الحرب الجزائر، ينقل الحرب. نقول لك هل أنت سكران يا روح أمك؟ هل سكران أيها العجل؟ تقول لي لا سي أمين أنا عجل نعم لكني مش سكران. نقول لك على ماك سكران، تقول لي لأنه المحية تاني ولات غالية علينا في المغرب. أوكي، نقول لك معليش، ونقول لك نقص وما تسمعش وما تقراش
لفرس النهر ولسينان ولبقية الأبواق تاعك. أوكي، لكن أنت واش دير؟ أنت تجي عندي هنا، أنا عند بالك نكذب عليك، قلت لك روح أمك، الشرع هو من يحتاج الجزائر، مش الجزائر من تحتاج الشرع. هكذا. فاللي وجعهم في الزريبة أنه هذه الأكاذيب اللي زادوا داروها لهم، وما زالهم يثقوا في الصنايبي وسليبي. كذب عليهم في 500 كذبة، وما زالهم يقولوا له الدكتور، ويديروا له لايك ويديروا ريتويت. الأبقار يحط له الرهج، يسمم له عقله، ومازال يتبع فيه. إذن كما قلنا، وزير الخارجية السوري بعد لقائه مع السيد أحمد عطاف بعد ما التقى وسلم رسالة من عبد المجيد تبون إلى أحمد الشرع، كان له تصريح نوجع به أهل الزريبة. علاش نوجع به الزريبة؟ لأنهم عمرهم ولا كانوا يتوقعوا بأن يروا أحمد عطاف في سوريا مع من يحكمون سوريا حديثا، وعمرهم ولا كانوا يتوقعوا أن يقول ما قاله وزير الخارجية. والزريبة سدوا ودنيكم، لأنه تحدث عن الحرية، أنت ما تعرفهاش كعبد، وعن الكرامة لأنك أنت مثلول. أوكي، فلنستمع. توجهها سوريا هي سوريا بأشقائها العرب، كما نشكر الدعم المتواصل من فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون. بابا قال نشكر الدعم تاع عبد المجيد تبون. بابا كذب علينا الصنايبي وسليبي. بابا وش بيه وزير الخارجية هذا؟ ضرب الماحية، داهلو بوريطة كان عنده المرة اللي فاتت. كذب علينا الصنايبي وسليبي، قال لك تبون مغضوب علينا، أو يشكر في تبون. يا خو شحال الجزائر تخوف يا رب، كنا ندعمو في بشار، شحال تخوف يا ربك. نشكر تبون. شكون يهضر مع الجزائر؟ شفت طحان، شفت شواكر، كنا ندعمو. نعم كنا مع بشار، لأنه بشار كان ممثل الدولة السورية، راح بشار نتعاملوا مع الجديد، أو يشكر فيه تبون. بابا كان يكتب علينا الصنايبي والسليبي وما يعرفوش مساكن التحليل تاع 5 بلف. هذه العلاقات التي تقوم على التاريخ والمصير المشترك، حيث يحمل الشعب السوري والجزائري ذاكرة واحدة من النضال والتضحية في سبيل الحرية والكرامة. العياش يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت الحرية والكرامة عافانا الله، قل ربي يبعدها عني. مع خالص احترامي ليك العياشين، يعني نسمعك في وزير الخارجية يحكي لك على الشعب الجزائري والشعب السوري، قال لك الحرية والكرامة. ربي يبعدها عليك إن شاء الله. قل آمين العياش، قل آمين. أنت عندك حساسية، عندك الجرب يشدك كي نحكوا لك عن الحرية وعن الكرامة. وش من حرية؟ تجي في العبودية. وش من كرامة؟ يحيى الذل. أنا آسف العياشة، والله أنا آسف جدا، أنا آسف جدا. أنا أعتذر منكم أني سمعتكم كلام عن الحرية والكرامة من طرف وزير الخارجية السوري الذي تحدث عن الشعب السوري وعن الشعب الجزائري. هكذا أنا آسف، يعني ربي يبعد عليكم إن شاء الله. قولوا آمين، وربي يشفيكم بوحمرون بالمناسبة. وسيدفعنا هذا التاريخ إلى مواصلة العمل لبناء مصالح شعبنا. لقد تحدثنا في الاجتماع الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع والوفد الجزائري الكريم برئاسة وزير الخارجية السيد أحمد عطاف عن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها سوريا، والحلول والسبل المناسبة التي تساهم في تجاوزها. كما عبر الوفد الجزائري وانطلاقا من تمثيل الجزائر في مجلس الأمن عن استعدادهم للمساهمة في دعم الأمن والاستقرار في سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها. وتناولنا كذلك في مباحثاتنا اليوم فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والتجاري، وخاصة في مجال الطاقة، من أجل تعزيز المنافع المشتركة ودعم التنمية المستدامة. ونتطلع للمزيد من التقارب الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة. وفي الختام نؤكد على استعدادنا لاستمرار الجهود الدبلوماسية للتصدي لأزمات المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار. ونعتبر بأن الدبلوماسية السورية اليوم تشكل عاملا حاسما في بناء الجسور في المنطقة والعالم. وفي الختام أيضا نجدد ترحيبنا بالوفد الجزائري الكريم وبمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق له، فأهلا وسهلا بكم. بابا
ما قالوش راح نضربوا لكم السفاره كيما قال لنا السنايبي وسليمي. بابا يشكر في عبد المجيد تبون. قال لنا السنايبي وسليبي بانه تبون كان مغضوب عليه في سوريا. بابا ما قالناش باللي لازم راح نقول لكم الحرب. بابا والله إشكالية كبيرة. دكاترة نخب تاع لابوبل، نخب تاع الخردة، لا مفرصة تاعكم، الخردة تاع المخابرات تاع المغرب. هذه التحليل السياسي، هذه القراءات، شتو لا بروباغندا يا العبيد. اش تقول لكم ديروا في لا بروباغندا بلي ما تفهموش في السياسة. هاو نعطيك مثال. انا يا اخي خاوتي الجزائريين تنمو مش كارهين من وجوهكم يسبب الشهداء المرخص، تنمو هما كارهين من وجوهكم. اكثريتهم يقول لك لا المغرب ستقوم فيها الفوضى وكذا وكذا وكذا. شوف طحان انا تنمو ما يكذبش على ولاد بلادي. انا نحب المنطقيه ونحب الموضوعيه. قلت لهم الخوتي الجزائري وانا عند رايي، مستحيل تطيح الفوضى في المروك، يستحيل تكون الفوضى في المروك، ولا اتمنى الفوضى في المروك، ولا اتمنى الفوضى في المروك. انا لا اتمناها، لانه اي فوضى في المروك ستنعكس على بلدي وترتد على بلدي، فحبا في بلدي لا اريد الفوضى. هكذا. هذه النقطه. النقطه الثانيه قلت لهم ببساطه كل دوله تخدم الاجندات الغربيه عمرها ولا قامت فيها الفوضى. بمجرد يبدا اي حراك شعبي سيقمعونه، يا اما بالتي هي احسن عن طريق عملائهم وخلاياهم النائمه في الداخل، يا اما عن طريق حمله لغسيل المخ، حمله اعلاميه قويه جدا تمتص ذاك الغليان، او بمناوره سياسيه ولو اقتضاهم الامر الى القمع والاعتقالات فلن يتهم في ذلك. بصح تجي تقول لي ان المروك راح تكون فيها الفوضى وحراك وكذا، انسى هذاك الاسلوب يديروه مع الدول اللي تعبوهم، مع الدول اللي ما يمشوش معاهم، مع الدول اللي يمشوا مع القضيه المركزيه اللي هي القضيه الفلسطينيه. وين صارت هذه الفوضى؟ يمه الفوضى اللي صارت في الجزائر، صارت في الجزائر، صارت في ليبيا، صارت في سوريا، صارت في لبنان، صارت في العراق، صارت في اليمن. هذه الدول السته هذو كلهم كانوا مع القضيه المركزيه، القضيه الفلسطينيه. كلهم كانوا ما يهبطوش رصانهم للغرب وللولايات المتحده الامريكيه، شعلوها لهم في الداخل. وهذه لعبتهم، لعبه استخباراتيه امريكيه بامتياز، يتقنونها. حبيت ولا كرهت؟ حبيت ولا كرهت؟ حبيت ولا كرهت؟ هذه الدول شي تقسم، شي يجزأ، شي اخروه، والسودان طبعا شي اخروه لسنين كما داروا لنا حنايا في العشريه السوداء هكذا وهكذا. المروك مستحيل تستوشى. الدول كذلك الاخرى الوظيفيه في الجهه الثانيه مستحيل تستوشى، يستحيل يمسوهم هذا الناس. فانا تهمني موضوعيتي. انا ما جيش بيسك انا مانيش طايق خليقتك نقول لك لا ستقوم هناك، ولا ندير لك لا بروباغوند باش نخوفك وكذا. ستقوم هناك، نعم. لا يا اخي رانا ننظر ورانا نحل ورانا نقراو. انا نقول باللي لن تقوم اي فوضى في الزريبه. نعم هناك غليان، نعم هناك كل اسباب ومسببات ثوره شعبيه في الزريبه، بس ما راحش تكون. انا مانيش سنايبر ولا سليبي، ولا يدفع لي احد، ولا يكلمني احد في التليفون يقول لي قل هكذا ولا تقل هكذا، فهمتني؟ وبس. فيهمني الناس خوتي الجزائريين يتبعوني، ما نقدرش نرميهم على وجههم، او على الاقل نخلونا نبسطوها اكثر. انا اعبر على قناعاتي، الشيء اللي نشوفه من وجهه نظري صحيح، قد اصيب قد اخطئ، علمها عند الله، والحمد لله لحد الان ماني غلط في حتى حاجه. رانا نحكوا على الملف السوري، سوريا. قلت لك احمد الشرع هو من سيحتاج الجزائر، وهاي فعلا يشكر في دبون. فحرام عليه سنايبي وسليبي ونعوم اللي راهم يديروه، حرام عليهم يكتبوا على مساكن العياشه. العياشي مسكين ولا كي البهلول، كاع الداتا اللي في مخه، كل الوقت اللي في مخه عياشي خطا، كلها ضحكوا وتبهدلوا. ولو جيت انا منكم ومن نخب التلوين تاع العار تاعكم نغطي وجهي ونولي نصنع مثلا المحتوى تاعي، نولي نلعب بابجي، نولي نشوف الحسن الثالث لانه قال لك جنرال عنده رتبه جنرال في البابجي، نولي نشوف الحسن الثالث ونفتحوا لايف انا وياه ونولي ستريمر، نولي نلعب بابجي.
فهمت؟ لا بابجي وصاي مش مسياسه، مش مسياسه، تحاليل تاع 5 بلف. اقسم بالله العلي العظيم انه في القهاوي تاعنا، في القهاوي تاع الجزائر تلقى تحاليل سياسيه اقوى واصدق وتتحقق اكثر من التهريج اللي صار عند نخب التلوين المنورين. كامل هاو واش ربحت؟ قالوا لك يا اخي، قالوا لك حفتر وجا ودخل الجزائر، وين راهو يروح امك، نبقى نذكرك بها انت تاع بروباغوند وتاع كذب. وين راهو قويطا يا اخي؟ كان راح يرد الضربه الازوات، علاش حبس يا روح امك؟ قالت له الجزائر زيد تتحرك يشعل فيك النار، وما عيطتش ليها. بس كاين واحد المثل عندنا في الجزائر واش يقول لك ما ينضرب الكلب حتى يتعرف مولاه. في الجزائر ما حبيتش تضرب ديريكت الكلب، عيطت لمولاه، عيطت لصديقنا الروسي، قالت له الكلب تاعك يزيد يتحرك يشعل فيه النار. او ولا تكلمه طيحن، ولا يكتفي بماذا؟ بالبيانات. الجزائر تتدخل في الشأن المالي، الجزائر تصدر الارهاب. واش دارت الجزائر؟ جابت له طراوري راجلو الثاني، جابت له طراوري طرع، قال الوزير تاع طراوري قال لك صحيتي الجزائر، صحيتها تبون، صحيتها الشعب الجزائري، راكم ناس تاع خير. الخدمه هاي دبلوماسيه، هاي الخدمه في التيران، هاي الخدمه في التيران كيفاش دايره. هاي الخدمه في التيران. وهذوك البيانات عباك علاش هو يدير فيهم؟ باش يحلل دراهمو تاع الاماراتيين، باش يبقى يسلك فيها الاماراتي. درك الضربه العسكريه قالوا الجزائر والله تتحرك غير ننسفك تتحرك غير ننسفك، زيد قدم لتين زواطير ننسفك. ها رجع مسكين عاقل وليد فاميليا ودورها سياسه. ملي كان لابسين النهار كامل هما بالكومبا كدا منا ينفخوا في رواحهم، انتهى. شوف سيتك الجزائر كيفاش تخدم بلا لا بروباغوند، بلا التهريج، بلا الكذب، بلا الخرطي. تروح بالعقل لكن توصل. شفت الصنايبي والسلبي كيفاش زادو كذبوا عليك في المالي، او كلمه ضمه قويطه درك، او قاعد كلمه ضمه ما لقى بها وين. والاماراتي درك وراح يهبل الاماراتي، قال له واش نخلص فيك عطيتك دراهم باش تقلق الجزائر؟ هذا هو. درك يقول له الشيخ زايد الله غالب سامحنا خويا. وربك قال له ما تعرفش الجزائر واش عندها، يولي يضربني الجزائر. اني بالع سنيه مع الازوات، اش يدخل الجيش تاع الجزائر يهبطوا لي السروال، مش حبيت يحتلوا لي المالي. لا خويا، خويا اذا تكملت مولي نبقى نهرج مع الجزائر شويه، نهرج معاهم شي بايان، نخرج خرجات اعلاميه تحرش، تعرف كيما تاع ماماهم فرنسا، نتحرش بيهم هكذا برك من فوق لفوق، اعلاميين برك نهرج، ندير الزوبعات هذوك في فنجان. داكور الشيخ زايد بقى مدلي دراهم، اذا كان معول عليا ندير كاش حاجه مع العسكريين ما يهبطوا لي السرول ليا وليك هكذا. فغير اختينا اخويا العزيز. هاو تربى مسكين، هاي تربات قويطه قلبتها مضمه، درك نحات الكومبا، ودرك يدير في السيشوار، فهمت؟ ويدير في الباديكور ومانيكور، ويتصرف في دراهم زايد يتصرف في الدراهم تاع زايد، عيشيه باللارج في بلاد الهزوز، فهمت؟ زايد يفورني وقويطه درك وشيخ، فهمت؟ او داير بالك كاش ما كرسي طالق روحو هكذا، بالك هو معنا هنا يتفرج في اللايف كاع الهايشه، فهمت؟ وطالق روحو على الكرسي هكذا، وكاش ما حافظه مش قلت الرجلين، باسكو المروك لا يبخل، تعرفوا بلي المروك لا يبخل. كاش ما وحده من المملكه المغربيه الشريفه تكون مدلكه، باسكو ما قال لك الحمام المغربي كان كيسو مليح، بالك كاش ما وحده من المغاربه يتكيس فيه، واش من وحده بالك 5 ولا 6 من كيسو فيه، ويصرف في دراهم زايد، والمروكي ويصفق ويستنى في الضربه تاع قويطه. وهي الجزائر قالت له اذا راجل جابتك امك، وما قالتوش ليه، نرجعوا نكرر، قالت له لصاحب الكلب مش للكلب. الجزائر لا تكلم الحيوانات. علاش ما سالتوش نفسكم العياش علاش الجزائر لم ترد على خطاب اليد الممدوده؟ زريبه. الجزائر ما تكلمش البارك زولوجي. حكيت مع مول الكلب صديقنا وخونا وحبيبنا موسكو بوتين، قالت له الكلب تاعك هو يزيد يهوهو عندي، اني نشعل في النار، اذا عزيز عليك الكليب تاعك شدو هكذا، شدو بعد منا، كان حط له واحد السبته هكذا، اوكي شدو بعد، بوتين قال له نفس جبدو، قال له عاو كيما هذاك المغربي اللي شفتو في الحقول تاع الفراوله، هاو ينبح وكذا وينحني ويروح يجيب العظمه، قال له هاو راهم زايد يروح لي، قال له بوتين خلا مبول، قال مي، قال له هدي واش من دراهم تاعها الاخر، قال له حبيت خلاص تمسح،
حبيتي الجزائر زيد تولي تتمدد، زيد تدينا مالي. هذه هبقى انت تتفرج في السليبي، هاو بويضه تاعك في الجيب، زاد قال لك ترامب في انتظار التدوينه الشهيره. التدوينه الشهيره وشنو هي؟ قال لك يجي يعطيهم الشر وتندوف. بالشر وتندوف. مش يعطيك. هي العريان هي المصنن، ما قدرتش تسكن سكان الحوز، حاب تتوسع، حاب تتمدد. هي الموسخ، هي المعفن. لو كان نعطيك تندوف ما تقدرش تسيرها سمانه، يا المعفن. ما تقدرش دير فيها زوج تويات تاع الماء، يا المعفن يا الطلاب يا الشحات. وش مسحره شرقيه روح امك. هي المصننه راك تاكل في الجلد تاع الحيوانات. حبيت تتوسع يا روح امك. واش تتوسع؟ بالالوان. بوحمرون، تجيب لنا بوحمرون ولا كيفاه؟ تصدر لنا بوحمرون، نبيعو بوحمرون. قول يا المصنن حبيت توسع. الرجال تضرب الرصاص والبارود على الارض، انت شي تديها بوحمرون. مغرب راه خطر، مغرب راه خطر، مغرب راه خطر، راه هرب المغرب. المغرب راه زوين. مروك حبيت توسع قالك. حابين توسعوا المركة، حابين توسعوا. توسع خوخو، بواش توسع بواش. هاو نعطيوك اسيدي تندوف نسلفوها لك سمانة. بواش توسع؟ ندوف نسلفوها لك سمانة. بواش توسع؟ والله ما تقدر حتى دير لهم تويات تاع الماء. بواش توسع يا المعفن؟ عذرا. الزريبه اللي حابه توسع اي تغلي لداخل، اي تغلي. الناس رايحه تكلاطي، الناس رايحه تكلاطي في الزريبه. واش ماما غش تفهم؟ واش ماما غش تفهم؟ واش ماما غش تفهم؟ واش ماما غش تفهم؟ ورا الشعب عايش فلان، ورا الشعب عايش فلان، ورا الشعب عايش فلان، ورا الشعب عايش فلان. واو. واش ماما غش تفهم؟ واش ماما غش تفهم؟ واش ماما غش تفهم؟ واش ماما غش تفهم؟ ورا الشعب عايش فلان، ورا الشعب عايش فلان، ورا الشعب عايش فلان، ورا الشعب عايش فلان. والله غير فنانين المراكه في الفريكوتي تاع الاحتجاجات عباك اكثر من كثر الجوع، من كثر الاضطهاد، من كثر الفقر، ضعف التعليم، الرعايه الصحيه كارثيه، انعدام العداله، غياب حريه التعبير، كل شيء. صاروا يبدعون في الاحتجاج. قال لك يا المصور في الدرهم هو من يضع صورته في الدرهم. محمد السادس، حاشا اسمه، حاشا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. واش ما باغيش تفهم
ماكش حاب تفهم. وراه الشعب عايش في الهم، ووجوه الهم الذباب. انا المغرب راه بخير والله السي امين. انا مشيت من ايطاليا دابا، انا رحت من اسبانيا رحت للمغرب ما صدقت، رحت للمغرب ما صدقتش. واو وات ذا هيل مان. واو واو. هاو المغرب اللي بخير. مواطن المغربي كيف يذل في أرضه في سبته ومليلية في حقول الفراولة عند الإسبانية. المرأة الإسبانية تذل وتهين الذكر المغربي. Yo, como tengo a mi ella, lo que yo quiera es lo que hace. Mira. Cásate, cásate. Quieto. Tranquilo. Quédate arriba. Come fresa. Vamos al carro. Ay. Rápido. ولابس تيشيرت تاع بونوا الله يحميه. هذا الجنس، هذا العبيد، هذا الناس المذلولة هذه دار الزمان جا الزمان وجات السوشيال ميديا وخلاتهم يحسوا بالشجاعة، وخلاتهم كثرة الأكاذيب والبروباغندا يحسوا أنهم بشر، ويحسوا أنهم دولة، ويحسوا أنهم عندهم قوة، وهما الجوع والشر والذل قاتلهم. وصلوا يحطوا عينهم بعين الجزائر. الدكتورة هند الصديقة العزيزة أهلا وسهلا. وصلوا يحطوا عينهم بعين الجزائر، يقول لك بغينا نحاربوا الجزائر. أنا أظن هذا الفيديو يلخص كل شيء. عندما تذل وتلعب دور كلب في أرضك، هذه حقيقة حتى حقيقتك السياسية. هذا هو دور المغرب. عو يقول له ترامب قول عو يقول عو، يقول له ماكرون قول عو عو يقول عو عو، يقول له نتنياهو قول عو 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 يعوعوها. أوكي، هذا عرت القوم. حثالة الأمم والدول صارت كبرت وتحط عينها بين الجزائر وتقارن نفسها مع الجزائر اقتصاديا وتاريخيا وسياسيا وحتى سيكولوجيا. ديما نقولها السيكولوجيا تاع الجزائري مستحيل تكون انت مثل الجزائري. وقلت لكم انه لما قال عبد العزيز بوتفليقه رحمه الله عليه، لما قال لك الجزائري تنطبق عليه مقوله الزلط والتفرعين، يعني الفقر وفرعون الجزائر. الجزائري حتى لو كان في قمه الفقر وفي قمه الحاجه والله يستحيل انك تذل امه، يستحيل انك تذل امه تحت اي ظرف. يقول لك لعنه الله عليك انت ومصلحتك والفايده اللي عندي معك وفي 60 داهيه، وانت كلك على بعضك تحت نعلي. والنعل اكيد تعرفون ما هو النعل عسكري. اوكي، نعل هو عسكري، لانها الجزائر عسكريه الى يوم الدين. والجزائر هي الدوله الوحيده في العالم اللي عندها جيشين، الجيش الوطني الشعبي والجيش الشعبي اللي هو وطني بس. فتحية الجزائر شامخة واقفة، والله يعيننا وينصرنا الله سبحانه وتعالى، ينصرنا على تعرية العبيد والدويلات. هذه الدويلات اللي ما عندها حتى محل من الإعراب، ويجب أن تفكك. هذه الدويلات لا محل لها من الإعراب، تلعب دور وظيفي مهدم هدام داخل الوطن العربي وداخل الأمة الإسلامية. كله قاذورات، كله قاذورات. دوركم قذر، وصدقني قدركم لا يكاد يتجاوز الحذاء رحمكم الله. فكبروا صار يقول لك الصراع الجزائري المغربي. صراع مين يروح امك؟ وش من صراع؟ سأختم بما أن الدكتورة هند موجودة، سأختم لكم حتى تعرفوا بأننا نتعامل مع شعب جنون، مع مهابل، مع مسعورين، مع ناس متبقاش فاش توصفهم يعني. اسمعوا يرحم بابكم. واحد المره في 65 ضربت الكره من عبد الحسن الثاني، مشات لدابا مازال كيتسناوها ترجع.
انا ملي كيعطوني ضربه جزاء ما كنوقفش قبل الحارس، كنعطيه بالظهر وكنضرب الكره تمشي للمرمى ديالي، كتضرب في البرا وترجع وكتدخل. هذه راه ماشي سلويه. وشنو هي؟ دوبير معاه. واحد المره في 65 ضربت الكره ملعب الحسن الثاني، مشات لدابا مازال كيتسناوها ترجع. انا ملي كيعطوني ضربه جزاء ما كنوقفش قبل الحارس، كنعطيه بالظهر وكنضرب الكره تمشي للمرمى ديالي، كتضرب في البرا وترجع وكتدخل. هذه راه ماشي سلويه. هذا النسخه الفنيه من الجيل الرعد. الزريبه كاع داخله في الحيط. نوريكم تاريخ واحد المغربي بالرجوله، تعرفوا ما وراه الرجوله، هذا الرجوله. الرجوله راه بزاف عليك، وختي قدامي غنقول لك الرجوله بصح، السميه ولا في الكتاب ولا في البوالة راه الدريات وعندهم بلا ما نهضر. وجماعة الله يرحم الوالدين الرجوله راه بزاف عليك وكفايه. يلا سير يلا صافي سير كنضرب على سير انت هاي. هذا درك الهايشه وتلقاه مثلا من الناس اللي يدخلوا يسبوني ويبعثوا لي في البريفي يهددوني. واحد المره في 65 هذا امثال هذا مثلا اللي مرتو تعطيه بالكف بالسقله. هذا امثال هذا مثلا يجي يقول لك راه الرجوله ويطلع معايا يقول لي المغرب هرب والسيامين وانت راك على راس القائمه. انا السروال نهبطه لك انا. لا تغرنك اللغه العربيه ولا تشوف الصور تاعي لما كنت في التلفزيون كتاب. انا السروال ساقتلعه لك، فهمت؟ الرعيان مرتك تضربك يا مرخص. كبرت وجيت الجزائر وليت تهدد في السوشيال ميديا، طلع راك على القائمه. ايوا قول لنا السي امين انت متى تخرج من الجزائر؟ انا نخرج يا روح امك نهار نجي خارج في الايروبور ندير لك لايف نقول لك انا رايح لفرنسا، رايح لايطاليا، رايح لكندا، رايح لامريكا. علاه يا روح امك تجي تستناني انت والفاضله اختك؟ ها المذلول عرت القوم. جزائر الرجوله. هذه هي الرجوله. عاو واحد ضربوا مرته كيما هذاك المذعور ها برنوس خرج عليا. الرجوله تاع الكاوت. وديما نقولها ونعاودها، وهذه ليست مجامله للماروكان. والله انه المروكيات ارجل من هذو العياشه. والله العظيم انه العياشيه ارجل من العياشي. ونتمنى اذا تحول نظام الحكم في الزريبه، اتمنى ان تحكم الزريبه من طرف امراه. والله انه شوف ولو غدوه يتحرر المروك من هذا السرطان تاع محمد السادس وازولاي، اتمنى ان نساهم اللي يحكموا المروك. لانه انا واحد من الناس ندير ثقه في مروكيه ما نديرش مروكي. والله العظيم نفضل من نحكي لك على المستوى السياسي نتعامل معاها نثق فيها وما نتعاملش مع ذكور البط هذو. يطلع لك السلام عليكم السلام السي امين كي داير كلشي بخير ومن بعد خلاص يطيح لك ولا. وهذه قناعتي والله العلي العظيم. انا نتمنى المروك ان شاء الله نهار تسقل يحكموها النساء. والله غير النساء فيهم الرجل اكثر. ولا بروف هابلي كانوا يضربوا فيهم وراه بالرجوله. هذه هي الرجوله. الله يزيدكم مرض على مرض. ان شاء الله يزيد لكم ربي سبحانه تعب على تعب من الجزائر، يزيد لكم داء على داء. ان شاء الله تعيشوا وتقمتكم الجزائر اكثر حتى تنفجر شلالات الدماء من انفك ومن اذنيك ومن عينيك وانت تبكي وتعاني من شيء اسمه الجزائر. وبما انه معايا الدكتوره هند في اللايف،
نقول لكم واحد المعلومة حتى تعرفوا حجم الوساخة وحجم التآمر على الشقيقة سوريا كيف كان. سيناتور أمريكي يدعى ريتشارد بلاك قال تحدث عن سوريا وروى كيف خططوا وضربوا وأنهكوا وأسقطوا دولة سوريا. قال بداية قال الشعب السوري كان يتغذى بشكل جيد جدا، وتعرفوا كلكم أنه تقريبا الشقيقة سوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت تحقق أمنها الغذائي واكتفاءها الذاتي. قال بأنه سوريا كان لديها مخزون هائل من القمح، فقال خذينا لهم هذاك المخزون، أوكي، خذيناه وأضعفناه وأحرقناه واستولينا عليه وما إلى ذلك. قال لهم بعدين استولينا على الغاز والبترول. لماذا الغاز والبترول؟ قال لك البنزين حتى نشل حركة السوريين، حتى نشل الحركة في الداخل السوري. وتعرف انت لما ما تكونش حركة، لما ما تكونش مواصلات، لما ما تكونش سيارات، كيف الناس ستزاول أمورها؟ اوتوماتيكمون الدولة ستنهار، ستضعف، ستتعطل مصالح الناس، ستنهار تلك الدولة. أوكي؟ وقال استولينا على الغاز حتى نموت الشعب السوري بردا، حتى نميت الشعب السوري بردا. وقال أنه لجأنا إلى إرهابيين من هنا وهناك. قال جبنا إرهابيين من أكثر من 100 جنسية. ماذا قلنا لهم؟ عن طريق طبعا من يرتدون عباءة الإسلام ويتجرون بالإسلام لعنة الله عليهم، والإسلام بريء طبعا منهم ومن أشكالهم القذرة النجسة. قالوا لهم بأنه يحل لكم أن تقتلوا الرجال هناك، وأي واحد تقتلوه يحل لك أن تمتلك زوجته وتمتلك أبناء. تخيلوا ما الذي فعلوه في سوريا. هذا السيناتور ريتشارد بلاك روى القصة عما فعلوه في سوريا. قال لك حرمناهم من القمح، حرقنا اللي أحرقنا واستولينا على ما استولينا، وحرمناهم من البنزين حتى نشل حركة المواطنين وحركة التنقل والنقل داخل في سوريا، وحرمناهم من الغاز حتى يموتوا بردا، وجبنا لهم إرهابيين وأفتينا لهم عن طريق رجال الدين هذوك العملاء بأنه يحل لهم كل واحد يقتلونه فزوجته وأبنائه حلال وملك له. يعني باش تشوفوا حجم القاذورات وحجم ما حصل في سوريا. بيحفظك العزيزة دكتورة هند، ربي يبارك لك. نشوفوا ما الذي تبقى. وجدت تدوينة عجبتني جدا، فيها تعليقين، واحد من مروكي والآخر من سعودية. كان الموضوع القفطان الجزائري. يقول المروكي: لو ما كنت مقهورين والله ما جبت سيرتها أصلا، القفطان للأميرات، أما الخدم والعبيد ما يفهموا في هذا الشيء. قالت له الأخت السعودية: لو كان القفطان للأميرات ما جبنا المغربيات فيزة خدامات للسعودية. فأنا كما يقولوا الأشقاء في مصر بشجع اللعبة الحلوة. فأحب الدماغ النظيفة اللي فيها قصف في الجبهة ينهي النقاش من أساسه وجيب من الآخر. فأجدد ترحابي بكل الموجودين والموجودات، جزائريين كانوا أو من الوطن العربي الشقيق، من محبين كانوا أو حتى كارهين، أهلا وسهلا. الله يزيدكم كره على كره لشخصي الكريم أو للجزائر الحبيبة. الله يزيدكم تعب ويزيدكم إرهاق إن شاء الله، على تعب وإرهاق يا رب. والله يحمي بلدنا الجزائر، والله يحمي كل أمة محمد. نفتح الجاست، وأدعوك دكتورة هند أنك تطلعي لي، إني نحب نسمع رأيك حول ما يحصل في سوريا، وأنت طبعا صاحبة شأن صديقتي العزيزة. تنوري وتشرفي أيتها العزيز. حالك؟ كيف حوالك أيتها العزيزة؟ الحمد لله، الله يحفظك يا رب. أنت كيفك؟ الجميع مساء الخير الجميع، كل الموجودين معك طبعا، كل الإخوة الجزائريين الكرام
تحياتي لكم جميعا. بخير دكتورتنا العزيزة، بخير. ربي يبارك لك ويعطيك الخير إن شاء الله. طمنيني عليك، كيف حوالك وكيف حوال الحج؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمي دائما تسمعك طبعا، تابعتك من متابعينك. تحياتي. بس على راسها يا ربي يطول في عمرها. الله يحفظك ويوسعك العافية يا رب. شو الأخبار عنكم؟ كيف الأمور اليوم؟ اليوم زرتونا اليوم بسوريا، نورتونا طبعا. نورت سوريا يا دكتور. الجزائريين، لأنه الجزائريين غاليين علينا بتعرف، يعني الجزائريين لهم مكانة. الله يبارك لك حقيقة. الله يبارك حتى لك يا دكتور، الله يبارك لك. واجت سيرة الثورات وما ثورات، فكانت انه تشبيهات معينة لثورة الجزائر. فأنا بصراحة يعني أنا كسورية احتجيت، لأني بعتبر انه ثورة الجزائر ثورة خاصة جدا تدرس، ينهل منها العلم، المعرفة، الطرق الثورية الحقيقية. لأنه للآن أنا بعتبر أنه الشعب الجزائر ثائر لحد هذا اليوم، لأنه ما غير مبدأه، ما غير منهجه. وحضرتك من شوي حكيت شغلة أنه الجزائر الوحيدة اللي عندها جيشين، أنا بعتبر هو جيش البلاد الله يحميه إن شاء الله، والشعب الجزائري اللي هو جيش لحاله يعني حقيقة. وأنا بحكي هذا الكلام مو هون بس، يعني بكل مكان. شيء ملفت أنه هذا الشعب اللي عنده هاي الروح الثورية وهذا الوفاء والولاء لوطنه بشكل مطلق، يعني أيا كانت الخلافات بين الشعب نفسه، بس بتلاقيهم في حالة الوطن والمساس بالوطن كلهم قلب واحد ويد واحدة. وهذا شيء أنا شخصيا أعول عليه في الجزائر دائما. الله يحمي الجزائر ويحمي. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك يا دكتور. معنا باللايف إذا بتسمح لي الأخ اسمه سوري، أخ باسل، إذا موجود يا ريت تطلب جست. طبعا أنا دعيته بعد إذنك. هو الأخ باسل كمان سوري، هو كان من الأشخاص المعارضين للنظام السوري، بس يعني هذا من قلب الحدث. أنا حبيت إنه يجوا الناس من قلب الحدث، ممكن إنه كل واحد يروي الرواية بطريقته، يعني مشان ما أكون أنا بس من جهة واحدة، يكون في حدا رأيه مختلف قد يكون عني في ناحية ما. بس الأخ باسل موجود. أكيد. نعم. مساء الخير دكتورة. مساء النور أخي الكريم، أهلا وسهلا، مرحبا. الله يخليك. أنا يهمني أنا شخصيا أن أستمع للجميع، لأنه نحب نستفيد. أنا الشخصي أنا نحب نستفيد، نحب نسمع أهل القضية وأهل الملف والمعنيين بشكل مباشر، لأنه إحنا ندعم سوريا، ندعم الشعب السوري، نأسف إلى ما آلت إليه الأمور، لكن في المقام الأول أهل مكة أدرى بشعبها، ولن نمارس أي نوع من أنواع الوصاية، حتى الوصاية الإعلامية لن نمارسها على الشعب السوري الشقيق يعني. فالدكتورة هند، بشكل عام أو كسؤال مبدئي، يعني ما رأيك فيما يحصل مؤخرا؟ أحمد الشرع خليني نقول نصب نفسه رئيسا لفترة انتقالية، قال بأنه ستكون تلك الفترة الانتقالية تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات. أنا ربما استغربت شيء، يعني قال أنه ربما برر ذلك في طول مدة الفترة الانتقالية، قال بأنه سوريا لا تمتلك بنى تحتية. يعني ما علاقة البنى التحتية بالمرحلة الانتقالية؟ ما ممكن تقيم انتخابات ويأتي رئيس ربما شرعي إلى حد ما، وهو يبني وهو يعيد الإعمار. يعني تفضلي دكتورة، ما رأيك في كذلك حملة الزيارات التي قادها ربما قادة الوطن العربي إلى دمشق لإعطاء ربما الشرعية لأحمد شرع؟ تفضلي دكتورة، بشكل عام نحب نسمع رأيك فيما يحصل مؤخرا. يزيد فضلك أخ أمين. بصراحة أنا يعني رأيي لم يتغير، يعني أنا تعرف رأي حضرتك. اللي صار إنه الجولاني نصب أحمد الشرع رئيس على سوريا. طبعا ما في أي انتخابات تمت، الفصائل هن اللي اختاروا، اللي هي جماعته نفسهم اختاروا، وصار رئيس لسوريا. طبعا بين ليلة وضحاها قدم، بتعرف حضرتك أكيد تابعت يعني، خطاب متلفز لمدة 9 دقائق فقط. طبعا في قسم من الشعب السوري رافض الموضوع تماما، لأنه ما في يعني، هو بنفسه الجولاني نصب أحمد الشرع. طبعا احنا بنعرف انه يعني موضوع هذا انه يصبح رئيسا، لأن هناك اشياء يجب ان توقعي على ما يبدو، فهو ما بيقدر يوقع الا اذا صار رئيس. طبعا في اموال دفعت، لانه بتعرف هو مطلوب على اللائحه، ففي اموال دفعت حتى للوزير الخارجي، على وزير خارجيته، لحتى راح على دافوس، ولحتى راح مره ثانيه على وين راح اخ باسل مره ثانيه غير دافوس، طلع برحلتين سابقا. مره دفعوا $2 مليون
مشان انه يروح على دافوس. المره الثانيه 3 مليون دولار عن طريق قطر طبعا، تركيا للمشاركه هي قبل ما يروح الشرع طبعا. بعدين لما حتى قام بزيارات لتركيا والسعوديه، طبعا كان في ضغط شديد من السعوديه بالنسبه لهذا الموضوع بعد ما اعلن نفسه رئيس لمده 4 أيام. طبعا من الخارج تبدو الامور انه مثلا انه في زيارات الى سوريا وهو عم بيسافر، وهو يركز على الرضا الخارجي، يعني رضا المجتمع الدولي. لكن في دكتورة الداخل هند، يعني اسمحي لي، يعني هي عكس المتعارف عليه والمعمول به. يعني الطبيعي انه القائد ياخذ الشرعيه من الداخل وينتقل للخارج، لكن هو يبدو انه ياخذ الشرعيه من الخارج وياتي بها للداخل، يعني عمليه عكسيه يعني. حتى اليوم إذا لاحظت، أكيد ملاحظ هذا الموضوع، إنه وزير الخارجية إنه ناقش مع وزير الخارجية الجزائري إنه إمكانية رفع العقوبات عن سوريا. انتبه على الموضوع، طبعا هي العقوبات عنهم، فهن يبحثوا عن رضا الخارج وليس رضا الداخل. في الداخل هناك انقسامات، في الداخل هناك اعتداءات على الأقليات كثيرة جدا، يعني وصلت الأمور لدرجة إنه فعلا صار في هلع وصار في خوف في الداخل. طبعا الأخ سوري هلا رح يحكي لك بالتفاصيل، لأنه هو من الأشخاص اللي كانوا من معارضين النظام السابق وتعرض للاعتقال، والآن أيضا بسبب هو إنه يعني ينتقد سياسة الشرع كما يسمي نفسه، ينتقد سياسته، فهو أيضا يتعرض للاضطهاد. يعني نحن كأننا كنا يعني لم يتغير شيء. دكتورة، الأخ باسل الموجود في الداخل السوري؟ الأخ باسل موجود في الخارج، لكن هو على تواصل، كلنا على تواصل مع الداخل السوري، لأنه بتعرف غير أنه أهالينا أصدقائنا ومعارفنا بمناطق كثيرة من سوريا، بمناطق كثير من سوريا في اضطهادات تقوم على الأرض. ما يحدث فعلا في سوريا يعني عكس ما الناس مفكرة أنه شغلة ارفع راسك فوق أنت سوري حر، هذا غير حقيقي. إسرائيل طبعا تعرف حضرتك أنه تقدمت، وصلت تقريبا لعند درعا، ودرعا ما بتبعد شيء عن دمشق، وعم بيحددوا مناطق، يعني عم يعملوا نقاط عسكرية ثابتة. تمام. عندك بعد الاتفاق السعودي اللي عفوا التركي، بعد زيارة تركيا هن قالوا انه ما راح يعملوا قواعد عسكرية، لكن هناك ايضا تصريح من وزير الخارجية، من وزارة الخارجية التركية، انه هن حيجوا على وسط سوريا وينشئوا قواعد جوية. ليش؟ لحتى يدربوا الجيش السوري، اللي طبعا بتعرف حضرتك انه هو حل الجيش وحل الدستور وحل الامن، وانه بدنا 4 سنين لحتى نعمل عملية انتخابات يعني، و4 سنين لنعمل دستور. طبعا كتير قضايا انا رح احكي لك عليها، بس رح اعطي المجال للاخ باسل كمان يحكي لك شوي، ومعك نحن يعني رح نحكي لك بالتفاصيل اكثر. تفضل. لك الفضل والشكر دكتورة. اخ باسل، اهلا وسهلا مجددا. مساء الخير لك. المايك معك. مساء الانوار. الله يخليك سيد امين. شكرا للدكتورة لأن دعتني على صفحتك، وأنا بتشرف بمعرفتي فيك. زادني الشرف يا سيدي، ربي يبارك لك. أخي الكريم، القضية السورية قديمة وليست جديدة. القضية السورية يعني تمتد من حرب 73 وما قبل 73. صديقي، اليوم الملف السوري إذا قلنا لأن شوي نحكي بالحاضر، من 7 أكتوبر، الحركة اللي قامت بفلسطين رسمت معالم شو رح يصير بعدها تماما، ونحطت أخي النقاط على الحروف من بعد اغتيال السيد حسن نصر الله وتهديد مباشر للأسد من نيتن. فبينت الصورة واضحة، بغض النظر بأنه أنا أعلم وأعي أنه بشار الأسد هو ديكتاتور مستبد، ولكن أنا عم أحكي أخي الكريم على المواقف السياسية أو دور سوريا كان بدعم المقاومة بلبنان وتمرير المصالح، خلينا نقول مشان نكون شوي موضوعيين، المصالح الإيرانية اللي اتفقت مع ما يقوم به المقاومة في فلسطين. اليوم أخي المشكلة إذا سمعت أنت إنه سقوط سوريا سلمت ولم تسقط بمعنى العام للغة السياسية، سلمت تسليم أيادي صديقي. سوريا خلال أسبوع تم استلامها طبعا بشكل 70%، لا توصل لحد
كيف بدي أقول لك إياها، بما يسمى بالثورة. أنا برأيي القائمون حاليا على بس سوريا. خلينا في هذه النقطة نحب نفهمها منك، لأني سألتها والكثر من المتابعين والواحد أعطاني تصور، لأنه كان في كثير من السيناريوهات في وسائل الإعلام. السؤال مباشرة هو هل حصل في حالة تمرد من الجيش العربي السوري على بشار رفض أن يقاوم، أم أن بشار طلب منهم أن يسلموا سوريا؟ ما الذي حصل تحديدا قبل فرار بشار الأسد إلى موسكو؟ أخي، أخبار تكاد تكون موثوقة بأنه بشار الأسد لم يعد إلى سوريا منذ 28 الشهر قبل 8/1. يعني بشار الأسد تم اعتقاله بروسيا. كان هو عم يقوم عم يحضر، نحن بنقول بالسوري، عم يحضر تخرج ابنه بروسيا بالدراسي، فتم توقيفه لبشار ومنعه من الرجوع إلى سوريا. ولا يمكن لك سيدي الكريم أن تجد أي فيديو أو صورة لإثبات أن بشار الأسد كان في سوريا في 10 أيام الأخيرة. وهي الروايات كلها أصبحت ذات أجندة بأنه بشار الأسد قام بالهروب قبل بيومين من 8 الشهر من سقوط سوريا. طيب على أي أساس يعتقل على أي أساس يعتقل بشار في موسكو؟ لنكون واضحين سيدي الكريم، هو اتفاق للأسف اتفاق أمريكي إسرائيلي. الجيش السوري اخترق في فترة أخي الكريم. في كثير من الضباط كانوا متورطين بعمليات فساد سياسي، وليس فساد ضمن أركان الدولة. يعني اخترقوا، ما بيوصلوا لمرحلة الجواسيس، ولكن اشتروا. تم شرائهم من قبل الصهاينة أخي الكريم. فهذا أدى إلى لحظة الصفر، لما أنت بيكون عندك 7000 ضابط لنفترض، وعندهم الولاء. يعني هم قاموا بالولاء لك. لما يقبض منك الفلوس فهو أعلن لك الولاء، فهو تعلن أنت ساعة الصفر، فالكل سيأتيك مغلوبا أو مواتيا لما أمر به. فالجماعة لما دخلوا سوريا من حلب لم يروا المقاومة، ويقال عنا بالسوري قد دخلوها بالموتورات. تعرف شو يعني الموتورات صديقي الكريم؟ بالدراجات النارية. وهل يعقل الجيش أو بلد من 14 محافظة يقتنوا فوق 18 مليون حاليا أن تحرروا بالدراجات النارية يا صديقي؟ وعنده تغطية جوية روسية، وعنده منظومة دفاعية روسية. تماما. قامت روسيا بمسرحية أو 2 بضرب مشفى بمدينة إدلب، وللأسف دائما بيروحوا الأبرياء. قامت بمسرحية بضرب المشفى وبقطع طريق، ولكن لا يرقى لمرحلة المقاومة. لو أراد الجيش الروسي وإله أكثر من قاعدة طيران وموجود بالمرافق السورية على القليل يا أخي الكريم لقام بتعطيل الهجوم عدة أشهر. دليلا على كلامي، اليوم ما يقومون على السلطة بسوريا لا يستطيعون تحرير بلدتين صغيرتين من قوات قسد الكردية أو الكردية العربية، مش عم نقول الكردية، القوات المشتركة بين العرب وإخواتنا الأكراد. لا يستطيعون تحرير مدينتين صغيرتين من ما يسمى قسد. فهل لك بأن تشرح لي كيف قاموا بتحرير 9 مدن أو 10 مدن خلال أسبوع دون، يعني حتى الولد الصغير لا يقبل بهذا السيناريو يا صديقي؟ مش منطقي يا صحيح. لذلك بس أنا سألت هل الجيش السوري من تمرد، أم بشار من طلب ألا يقاوم وأن تسلم لهم الأمور دون سفك المزيد من الدماء؟ لذلك هذا هو كان سؤالي يعني. بس طيب دعنا من ربما ما فات. أنا نحب نسمع منك قراءتك لما يدور الآن لحملة الاعترافات الدولية التي يحصل عليها أحمد الشرع. أحمد الشرع اليوم يريد الشرعية، يريد رفع العقوبات، ويريد ويبحث كذلك عن التمويل. إلى حد ما يظهر بأنه ماشي على الطريق الصحيح من ناحية الشرعية.
أخي، نحن كسوريون لم نعترض على أحمد الشرع بشكل كرئيس جمهورية أو يمثل فئة معينة. نحن اعترضنا على تاريخ أحمد الشرع. لماذا أحمد الشرع؟ هل تقبل أنت في الجزائر بأن يحكمك رئيس بهذا التاريخ الإرهابي وهو محطوط على أخي، أنا اليوم ابني الصغير تعرض للعنصرية بمدرسته، وقام وصف بلدنا من طفل إنجليزي بأنه بلدنا يحكمها اليوم. يعني جاءنا شخص من أفغانستان، مع احترامي لأفغانستان وأهل أفغانستان، هكذا الإنجليز. وبتعرف الدكتورة هي ساكنة بنفس البلد، أنا قاعد ببريطانيا. هكذا الإنجليز أو الأوروبيين يروا سوريا اليوم، يعني يروا سوريا اليوم يحكمها طالبان. بمعنى هني أخي الكريم، هن لم يفرقوا، لم يعني الشرع يسيء لاسم سوريا، لتاريخ سوريا، لدولة سوريا، للشعب السوري. يعني ماضيه يسيء لكم ويعطي ربما الآخرين الفرصة أن يسقطوا عليكم، أن يقول بما أن الرئيس بهذه الخلفية فماذا عن الشعب؟ وأتمنى أخي الكريم أن أكون مخطئ، وأنا من الناس الذي دعمت أحمد الشرع ببدايته، وأنا من الناس اللي قالت أعطوا هذا الرجل فرصة. ولكن ما نملكنا حاليا، نحن ليس بدولة صديقي، نحن لدينا ملثمين على أرض الواقع يقوموا بدور الشرطة، يقوموا بالاعتداء. حتى أفهم منك، دعمته قبل سقوط بشار أو بعد سقوط بشار؟ حتى أفهم. لا، دعمته بعد ما استلم هو فعليا. دعمته من 8 الشهر، خلينا نقول مدة أسبوعين، ومع العلم بتاريخه. بس أخي لم أكن أريد أن أضع العصي في العجلات. يعني يا صديقي، أريد أن أدعم بلدي، وأريد أن أكون داعما بغض النظر عن النتائج. ولكن ما يجري الآن في سوريا لم يرقى إلى السياسي. أخي الكريم، أخو وزير، عديله محافظ دمشق، 4 أو 5 من العائلة الكريمة هم بأعلى المناصب في سوريا. وزير العدل عندنا، إذا بتشوف اليوتيوب حضرتك وبتفتح، نفذ حكم إعدام بامرأتين بتهمة الدعارة أمام الناس كلهم، قتلهم. في فيديو موجود على الإنترنت. هذا وزير عدل سوريا. هل هذا منطق يا صديقي؟ يعني اليوم حتى القضاة يا أخي الكريم يخرجون من المحكمة وهم يبكون بجميع طوائفهم. حتى المسيحي بسوريا يقال له يجب أن ترتدي الخمار كما كانت ترتديه سيدنا مريم، السيدة مريم. لم يعد. نحن أخي الكريم لسنا ضد الحجاب، نحن ضد اللي يكون الأمر بالإجبار للمسيحي وللجميع. سوريا فيها 17 طائفة يا صديقي، فهذه ليست سوريا. طيب خليني راح نرجع ليك. خليني نسمع الدكتورة هند فيما قلته. نبدأ نحكوا على شخص أحمد الشرع. دكتورة هند، الأخ باسل الآن هو يرفض أحمد الشرع بالنسبة لخلفيته، وبعدين فعلا كلنا، أنا كمتابع، أنا جزائري في المقام الأول، وهذا شأن سوري خاص بامتياز. لكن الشرع يعني يناقض نفسه. يعني كان زمان يقول لك، يتحدث عن توريث الحكم من حافظ إلى بشار، كان يرفض التواجد العسكري الإيراني والروسي، وهو اليوم يوافق على إقامة قاعدة عسكرية تركيا، والقادم ربما أكثر. يعني ممكن نرى بلدان أخرى تقيم أو تسعى لتواجد عسكري داخل السوري. الشخص أحمد الشرع، تفضلي دكتورة هند. شكرا لك أستاذ أمين. طبعا وصل معنا، إذا بتسمح لي كمان بعد إذنك، الأخ ماجد الدواعي السوري الحر أيضا بشاركنا الحديث، وطبعا الأخوة ملمين بالأمور. مشكور، شكرا لك. طبعا أنا بثني جدا على كلام الأخ باسل. طبعا برجع بعرف لك أنه الأخ باسل كان من الأشخاص اللي كانوا ضد النظام السابق، واضطر يعني تم اعتقاله وخرج من سوريا لفترة طويلة. يعني هو كان ضد النظام، وكان بالبدايات فعلا من الأشخاص كنا ندخل في لايفات ونتناقش. هو كان مؤيد للشرع كشخص، إنه المهم بده سلامة سوريا. لكن عندما رأى ما يحدث على الأرض طبعا، وسمع بأحداث مثلا حتى حصلت عنده في مناطقه هو، في المنطقة اللي هو موجود فيها، بدأ الرأي يتغير. أنا من البداية بحقيقة الأمر، بتعرف أخ أمين، إني أنا كنت ضده تماما لنفس السبب. ليس السبب هو تغيير الرئيس، السبب إنه أشخاص راديكاليين. بصراحة أنا بحب أحكي على شغلة كتير مهمة
تحدث الآن، والإخوة موجودين معي طبعا بيعرفوا بالتفاصيل، والأخ ماجد بيعرف بالتفاصيل أكثر مني، يعني كونه على تواصل شديد مع الموجودين على الأرض وخارج الأرض. صاير في نوع تشبيح جديد الآن في سوريا. يعني مثلا هلا ممكن انت حتى في التعليقات رح تقرا كثير علينا انه نحن شبيحه، هذا مؤكد رح تقري. الان اي شخص يكون ضد الشرع، انه ما بده الشرع او شايف انه الشرع ليس مناسب لقياده سوريا، يسمى شبيحا ويسمى فلول نظام ويعادى، وممكن حتى انه يتعرض للاذى اذا كان داخل سوريا. فنحن حقيقه لم يتغير شيء علينا، يعني اللي ما كان في السابق اذا كنا في دوله مخابراتيه تمام ودوله امنيه، نحن لازلنا كذلك لحد الان. هي نقطه. النقطة الثانية كمان، في وثيقة اليوم أنا ما بعرف يعني مدى صحتها، لكن في ضابط منشق بتصور من بيت رحال قال إنه هناك وثيقة موقعة بين روسيا وتركيا، تمام. هذه الوثيقة بتقول إنه تم إيقاف بشار الأسد في زيارته الأخيرة لروسيا تحت إقامة جبرية، ومنعوه من العودة، وكان السبب إنه ممكن إذا في هذا الإيقاف إنه يضل روسيا مكان بحيث إنه قد يعني تبقى شرعيته قائمة بسوريا، إنه لأنه هو لم يتنحى، ما في خطاب تنحي، وإنه حاول حتى إنه يتعاطى سم أو هيك إنه مشان ما يطلع بخطاب التنحي، وهو طبعا ممنوع من أي نشاط سياسي حاليا بتعرف. فاللي حكاه الأخ باسل يعني كل ما حاليا في وثائق الآن وفي كلام كثير يقول ذلك إنه هو تحت الإقامة الجبرية. أنا بالنسبة لي أخ أمين يعني من البداية لا أرى هذا الرجل مناسب لسوريا. الأخوة الكرام الموجودين معي الأخ باسل والأخ ماجد، طبعا في أحد المرات حتى أنا والأخ ماجد صار شوي تاتش بيني وبينه، قلت له إنه طبعا هو معارض كبير وإنسان شريف ووطني، بالبداية صار تاتش صغير بيناتنا، قلت له معقولة إنه يعني أنت مواطن شريف وكذا، كيف عم تأيد الشعب؟ طبعا كان في فرحة الناس اللي مثلا ما قدرت ترجع لسوريا، الناس اللي صار 14 سنة ما شافت أهلها، يعني في نوع من الفرح للناس، هذا بده يرجع يشوف أهله، هذا بده يرجع على بيته، ففرحوا بسقوط النظام. لكن بعدين مثل كأنه راحت السكرة وإجت الفكرة على مبدأ السوريين، إنه وعيوا الناس لحالهم. الآن أنا بشوف في ناس متشددة جدا مع الشرع، ومع الأسف إنه عم تكون من باب ديني بحت وطائفي بحت، لكن هناك ممارسات سيئة جدا تجاه الأقليات تحدث على الأرض. هذا شيء مخيف، يعني هذا ممكن ينبئ بأنه نحن ممكن ندخل في حرب أهلية، وهذا مرعب. بالإضافة إلى ذلك أنه هناك صيحات تطالب بالتقسيم بالانفصال. مثلا عندك الإخوة في الساحل من كثر ما عم يتعرضوا مثلا عم يتعرضوا لإهانات، عم يتعرضوا لقتل، عم يتعرضوا يعني قتل ممنهج مو قتل عادي، يعني في مثلا قرى بالكامل عم تضطر تهاجر من مكان لمكان لأنه عم يدخلوا عليها ويقتلون ويذبحوا بالناس فيهم. ففي طريقة ممنهجة يبدو هن نفسهم عم يسعوا عليها إلى التقسيم. طبعا الناس طبعا خايفة، السلاح بيد هدوك. الأخ ماجد بتصور رح يقدر يقول لك تفاصيل أكثر مني بكثير لأنه هو على دراية بهذا الموضوع بدقة شديدة، فبعطي المايك أنا للأخ ماجد إذا تسمح. تفضل. بارك الله فيك يا دكتورة. الأخ ماجد، أسعد الله أوقاتك. راح أجيك أنت يا هيبات بعد ما ناخذ الآراء الثلاثة الإخوة السوريين، راح أجيك هيبات. الأخ ماجد، بداية أريد تعليق أو تعقيب منك حول شخص أحمد الشرع، موقفك منه، تعليقك أو تعقيبك حول تحركاته الأخيرة والتحركات الكثيرة الكثيفة المكثفة التي كانت كلها تصب في خانة واحدة، وهي إعطاء هذا الرجل نوع من أنواع الاعتراف الدولي أو الشرعية. وكذلك أريد أن أسألك، بما أنه الدكتورة هند تقول بأنه أنت عندك اطلاع على الداخل السوري، من يقوم بتلك العمليات السرية، عملية التصفية، وهل هي تقام على أساس عرقي أم أنه فيه شخصيات علمية كما كانت تقارير علمية كثيرة تتحدث؟ ما الذي يدور على الأرض؟ وتعقيبك كذلك حول شخص أحمد الشرع. تفضل الأخ ماجد وأسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذي الكريم. مساء الخير لضيوفك الكرام اللي هني أخوتي وأحبائي، ومساء الخير للسيد اللي اسمه عراقي ما بعرف الاسم الثاني. أول ملاحظة لاحظتها أنه أنا ما عندي شيء الآيكون تبع المايك، فأنت يبدو أن تتحكم بالمايك من عندك. فيه مشكلة نظن في القاس، دائما نفس المشكلة، دائما الإخوة لما يطلعوا نقول لهم اعملوا ميوت، يعني حتى يجي دوركم يقولوا لي ما عندناش
ايه انا أيقونة استغرب. مثل ما قلت. هذا اول هاي بس الملاحظه لاحظتها انه جيت بدي يعني جيت اعمل ميوت لما طلعت انا لقيت انه ما عندي الايكون تبع المايك. هو مشكل في اللايف. نعم. ولا يهمك ولا يهمك، لنا شرف معرفتك وتحياتي زدنا الشرف يا سيدي، ربي يخليك. للجزائر الكرام. انا بفتخر بصداقاتي مع بعض